في شي لحظة الوقت وقف لعدم التنفس، وخرج منه باب ما كيتحلش غير اللي يسمع النداء. كاينين عوالم مخبى ما بين الضوء والظل، عوالم فيها بلايص كتسحرك وأسرار تقدر تخنقك. كاين اللي دخل وما بغاش يرجع، وكاين اللي رجع وما بقاش هو. كل حلقة خطوة، وكل خطوة اختيار، وكل اختيار يا كيقربك من الحقيقة يا كيرميك في الهلاك. ودابا سد عينيك وافتح قلبك، راه المغامرة بالذات. لؤلؤة تيرانيس من تأليف زكريا علباب، وفرجة ممتعة. غادي تنقلنا الكاميرا لمكان آخر، وبالضبط المملكة ديال هاي. كانت سمر جالسة وكتخربق في شي معدات، كتخلط في شي أعشاب وكتقرا في شي كتوبة. كانت ساهية على غير العادة ديالها، ومركزة مزيان، مركزة في شي حاجة اللي ما بغاتش أنها تفلتها. دوزو شي خطوطة مع داك الخليط، وهي كتشوف مزيان حتى شوية فرحات واحد الفرحة اللي ما يمكنش. شافت شوفة طويلة فداك الخليط وهي تقول: وأخيرا وصل الوقت، وأخيرا لقيت العالم ديالك عاصم. أنا غادي نمشي للعالم د عاصم في أقرب وقت. راني بغيت نشوفه وتوحشو بزاف. جمعات دوك المعدات اللي كانت خدامة بيهم وحطاتهم في واحد الخزانة، سدات عليهم وجمعات حتى الكتوبة ورداتهم لواحد المكتبة ديالها صغيرة. ناضت هزات معها شي حويج، خرجت من القصر وهي كتسلت وما بغاتش شي واحد يشوفها. بقات تشوف في الباب ديال القصر وهي تقول: غادي نمشي بلا ما يعرف حتى واحد في المملكة، غادي نمشي بوحدي وبلا ما يعرف حد. إلا عرف الأب ديالي غادي يخاف عليا وغادي يقول لي بأنني عندي اللمعة الكونية وبأن غنكون في خطر. داكشي علاش غادي نمشي بلا ما يعرف حتى واحد. دارت وبدات غاده ومن بعد على القصر. غاده وتتقلب على شي بلاصه اللي خاويه، بلاصه اللي تطبق فيها الطقوس اللي يخليوها تمشي للعالم ديال عاصم. وصلت لواحد البلاصه كتبان خاويه ما بين واحد جوج تلال. جلساتو جبدات المعدات ديالها، رسمت دائره وسطها جوج نجمات. دخلت وسط ديك الدائره وبدات تتردد في شي كلمات، وهي تترمي عليها واحد الخليط. حتى شويه وهي تفتح دوامه، طلعت وسطها وبدات طيحه وهي كتشوف، ولكن ضربها واحد الشعاع في عينيها وهي تغيب. دازت مده وسمر بقات مغيبه حتى داز بزاف ديال الوقت. فاقت وهي دايخه وعينيها ما قادراش تحلهم. فتحت عينيها وبدات يبان لها واحد العالم اللي غريب، عالم اللي فيه السيارات بمختلف الاحجام والانواع، عالم اللي ما عمرها شافت بحاله.
بقات تشوف شوفات اللي طويلة في داك الشي، داكشي اللي دوخها. شافت شوفة طويلة في السيارات وهي تقول: هذا هو العالم ديال العاصم. ياه، عالم مختلف تماما على العالم ديالي. ميمكنش، هادشي غريب. عربت في هاد الشكل ما كاينش في العالم ديالنا. خصني ضروري نقلب على الدار ديالو، ولكن انا كنحس بالطاقه ديال العاصم كاين في هاد البلاصه. خصني غير ندور ونقلب. بدات سمر تابعة دوك الإشارات اللي كتحس بيهم. دوزات مدة طويلة وهي غادة، حتى لشوية وقفتها واحد الإشارة. بقات تشوف شحال في واحد الدار وهي تقول: هنا بالضبط فين كاين الاشارات بانه عاصم كان هنا. انا غادي ندق في هاد الدار وغادي نسول. مشات قاصدة ديك الدار، يلاه باغا تدقو، هي تلقاها الباب محلول. دفعات الباب ودخلات، لقات فاطمة جالسة وهي ساهية. شافت فيها واحد شوفات اللي طوال وهي تقول لها: عافاك خالتي، بغيت نسولك على واحد الشاب سميتو عاصم. واش هو كيسكن في هاد الدار؟ صدمات فاطمة بعد ما سمعت البنت كتقول السمية ديال ولدها. شافت فيها شوفة اللي طويلة وغريبة وهي مصدومة، وقالت لها: بنتي، هذه هي الدار ديال عاصم، ولكن شكون نتيا؟ بدات سمر كتشوف فيها، جاوباتها وهي متردة: انا خالتي سميتي سمر. ترسمات ابتسامة زوينة على الوجه ديال فاطمة، الابتسامة اللي شحال ما ترسمات من اللي مات سليمان. بقات تشوف سمر ومركزة فيها مزيان وهي تقول لها: متشرفين بنتي سمر، متشرفين. انا هي الام دا عاصم، ولكن بنتي عاصم راه ما كاينش هنا. عاصم جدو عاوتاني صيفطو لشي مهمه، ولكن بنتي عاصم فاش مشى جدو فارق الحياه. تأثرت سمر، وفي نفس الوقت عجبها الحال بأنها هادرة مع الأم ديال عاصم. مشات عندها وعنقتها. أما فاطمة فحسات بسمر بحال بنتها من دمها ولحمها. بقاو تيشوفوا بعضياتهم وهي تقول لها: سمر، يعني انت هي الام ديال عاصمة خالتي؟ انا فرحت بزاف باللقاء ديالك، ولكن كنظن بان جدو غادي يبقى فيه الحال، وحتى انا غادي يبقى فيه الحال الا شفتو طالع عليه الدم. غير من الهضرة ديال سمر حسات فاطمة أنها بينها وبينه شي حاجة، بأن سمر كتحس بشي حاجة من جهة عاصم. قد تتفكر فاطمة واش تسولها ولا تدخل سوق راسها، ولكن مع عاصم ولدها وعزيز عليها وحتى سمر عزات عليها قررت باش تسول. شافت سمر وهي تقول لها: واش بنتي بيناتكم شي حاجه ولا شنو؟ قولي لي، انا ما في خباري والو، وما قال لي عاصم والو. بدات سمر كتحمار، وعلامات ديال الحشمة باين ليها على وجهها، والعرق هابط ليها مع جبهتها. شافت فاطمة وهي تقول لها: موضوع طويلة خالتي، بيناتنا وما بيناتناش، والقدر كيلعب فينا كيف ما بغا. ما بغيناش نكونوا بجوج. تأثرت فاطمة بالهضرة اللي قالت لها سمر. أما سمر فعينيها
بداو تينزلوا منهم الدموع. عنقاتها فاطمة وبقات تطبطب عليها. شافت فيها سمر وقالت ليها: شكرا بزاف خالتي، شكرا بزاف. انا خصني ضروري نرجع للعالم ديالي، وإلا جا قولي ليه راني سولت فيه. تقلقات فاطمة وردات على سمر: الله بنتي، بقاي معايا هنايا ونسيني. راني بقيت غير بوحدي بعد الموت ديال سليمان. بقاي معايا عافاك بنتي، بقاي معايا ونسيني حتى يجي عاصم. بدات سمر كتفكر باش تبقى مع فاطمة، لأنها بقات فيها لأنها وحيدة وما عندها حتى واحد، وحتى ولدها حتى هو غابر. ولكن فكرت مزيان، فكرت في المملكة، فكرت في الأب ديالها، فكرت في المساعدة اللي تتقدم لديلهاي والحماية اللي تتقدم ليهم. شافت فاطمة وهي تقول لها: لا عافاك، غير سمحي لي يا خالتي، انا خصني ضروري نرجع لمملكتي ديال هاي. تما عندي بزاف ديال الاشغال خاصني نديرهم، وإلا كان القدر في صالحنا غادي نبقاو نتلاقاو ان شاء الله ديما. وسلمي لي على عاصم بزاف، وفاش يجي عافاك اعطيه هادي. جبدات ليها واحد السلسلة اللي زوينة بزاف، وكاين فيها واحد القلب اللي حمر ومقسوم على زوج. مدتها ليها وهي مبتسمة. شافت فيها فاطمة وهي تقول لها: ان شاء الله بنتي، ان شاء الله غادي يكون خير، وغادي تجمعوا نتوما بجوج. واخا غادي نخلي هاد السلسله لعاصم، وغادي نقول ليه سمر هي اللي خلاتها لك. جاوباتها سمر والدمعة في عينيها: يلا خالتي، خليتك على خير، ان شاء الله نتلاقاو شي نهار. سلامة. تعانقوا بجوجو، الدمعة ما بغاش تحبس ليهم. واخا يلا تلاقاو، ولكن الصفاء ديال القلوب ديالهم بحال سنينهم عايشين مع بعضياتهم. شافت فيها فاطمة وهي تقول لها: سيري يا بنتي سيري، الله يرضي عليك يا بنتي. انصرفت سمر قصد العالم ديالها، اما فاطمة فبقت تشوف في ديك السلسلة اللي فيها قلب حمر مقسوم. من جهة كتفكر ولدها وفين مشى، ومن جهة أخرى بقات فيها سمر وما كرهتش أنهم يتجمعوا. شافت شوفة طويلة في السماء وهي هادرة مع نفسها وتتقول: تبارك الله على هاد البنت وخلاص. ولدي عاصم ما غيلقاش ما حسن منها ليه. هادي اللي جات من العالم ديالها باش تزورو وتسول فيه. العالم ديالها بعيد على العالم ديالنا، قلبات وجات غير باش تلاقى به. خصني ندير ما امكن ونحاول نجمع ما بيناتهم. غادي تنقلنا الكاميرا لمكان آخر، وبالضبط في القصر ديال مملكة أولهاي. كان الملك جابر جالس كيف ما العادة في الغرفة ديالو، مستمتع بالوقت ديالو، ولكن عقله باقي مع سلمى اللي مدة وهي كتعذب وما بغاش توافقه انها تتزوج بيه. امر الحراس وذوقوها اشد العذاب، ولكن والو ما تبدل والو. الرفض هو الرفض، وهذا الشيء كان يعصبه هو. بقى كيفكر بزاف اشنو غادي يدير، لانه المدة غدا وكالطوال. شاف واحد الشوفة طويلة فواحد المكانة
مكانة من النوع القديم، وعندها واحد الشكل اللي غريب وما كاينش في هذا العالم. بديت يشوف وهو يقول داز شهر وسلمى محبوسة، واش هادشي كامل قصوحية الراس؟ علاش ما وافقاتش؟ علاش؟ خصني ضروري نتزوج بيها وبزز. بقى كيفكر جابر في شي حل اللي قنع به سلمى انها تبدل رأيها وتزوج به، ولكن ما وصل لوالو. شاف ديك المكانة وهو يضربها حتى تهرسات، و بقى تيضرب في اي حاجة قدامه، اي حاجة هرسها حتى دمر ديك الغرفة كاملة. غادي نخليوه هو هنا، وغادي ننتقلوا للسجن ديال مملكة أول هاي. كانوا الحراس ديما كيعذبوا في سلمى، كيعذبوها وكيعطيوها ماكلة اللي قليلة بزاف. عاشت المعاناة معاهم، ولكن مع ذلك كانت تتصبر. مدة ديال العذاب اللي فاتت الشهر، ضعفت سلمى وبدأت يبان عليها المرض، وبانوا عليها حتى شي أعراض أخرين، أحلام غريبة وكوابيس كتفيقها مخلوقات كيوقفوا عليها في الناس. قد تشوف في داك السجن اللي هي فيه، وفي داك الأثار ديال التعذيب اللي فيها، وهي تقول داز الشهر وما كيعذبوا فيا، واش موافقه عليه؟ شافت شوفة طويلة في راسها وهي هادرة مع راسها بحال باغا تحماق، وهي تقول لا سلمى لا، واش انتي حمقى؟ مستحيل نوافق. غادي تنقلنا الكاميرا لمكان آخر، وبالضبط لعند عاصم كيقول دازت مدة وأنا في هاد البلاصة اللي وخا غير واقف، ولكن كنت مرتاح بحال طير في السما. شعور اللي غريب وأول مرة كنحس بيه وما عرفتش شنو هو، ولكن بين كل شي من ديك اللؤلؤة كل شي. بقيت ديك المدة ديال شهر وأنا غير كنشوف وتندور في ديك البلاصة اللي تمشي واقف في الهواء، وإلا بغيت الناس تنتكا في الهواء. المهم ما كنقيش الارض كاع. داز ديك المدة ديال شهر، والكتاب ولا فواحد اللون اسود داكن. فتحت ديك الصفحة اللي لقيت بها ديك الكتبة، ولكن لقيت انها تبدلات ليها الكتبة، ولات فيها واحد الكتبة اللي اخرى من غير هذيك اللي لقيت في الاول. لقيت مكتوب فيها لديك 5 صفحات، كل صفحة بأمنية. هادشي اللي لقيت، ولكن كيفاش غادي ندير حتى نتمنى؟ مجرد ما نطقت هاد الكلمة تمسحات ديك الكتبة وتبدلات بكتبة أخرى. كان مكتوب إذا أردت أن تتمنى أمنية فاكتب الأمنية بدمك. أوه، كيفاش غادي ندير؟ كيفاش؟ تلاح عليا واحد الموس اللي صغير وصغيور وماضي، واحد الريشة، وهنايا عرفت بأن خصني ضروري نجرح يدي ولا شي بلاصة في الجسد ديالي باش نكتب الأمنية ديالي. بقيت نفكر شحال، حاولت حتى طلعت من ديك الحفرة. مشيت وسط الغابة وأنا تنفكر في أشنو غادي ندير. خصني ضروري نوفي بالوعد ديالي اللي وعدت آليون، ضروري مهما كلفني الأمر. بقيت غادي وسط الغابة وأنا كنفكر مزيان
حتى وصلت تحت واحد الشجرة، جلست داتني عيني، حلمت بآليون وهو جالس وتشير لي على الكتاب باش نكتب فيه. نت مخلوع من ديك الحلمة، خديت داك الموس وجرحت يدي، بدات يقطر الدم وجمعته في واحد طويسة صغيرة. بقيت ندير ديك الريشة وانا نكتب فيها الأمنية ديالي الأولى. كنتمنى هادشي اللي في هاد اللؤلؤة، أنه يقتل الملك جابر ملك مملكة أولهاي، ويقتلوا أبشع موتى. مجرد ما كتبت الأمنية اللي كنتمنى، ضربات واحد العاصفة غريبة المكان اللي أنا فيه، حتى طار لي الكتاب من يدي وغبر وسط ديك العاصفة. دازت مدة وأنا كنقلب على الكتاب حتى لقيته مليوح في واحد القنت. مشيت تنجري للكتاب وفجأة لقيته أنه ديك الكتبة اللي كتبت طبعات وسط من الكتاب وما بغاش تمحى كاع. غادي تنقلنا الكاميرا لمكان آخر، وبالضبط في القصر ديال مملكة أولهاي. كان الملك جابر جالس في القاعة ديال العرش وهو طالع عليه الدم على شؤون المملكة، وطالع عليه الدم على سلمى اللي باقا رافضاه. ناضو خرج من القاعة ديال العرش ومشى للغرفة ديالو، دخلو وتكا في السرير ديالو. مجرد ما حط راسو على السرير بدا راسو تعطيه الصداع والحريق، بدا تيعيط على الحراس وما جاوبو حد. بقى تيخبط في راسو مع الحيط وتيقول كنحس بواحد الألم صعيب في الراس ديالي. اشنو واقع هنا؟ واش ما كاين حتى شي حد هنا؟ يا ربي راسي، كنعيط على الحراس حتى شي واحد ما كيجاوب. واش حتى شي واحد ما كاين هنا؟ حتى من الباب ديال بيتي بغيت نفكو حتى هو ما بغاش يتفك. اشنو واقع ليا؟ جاته هيستيريا من داك الألم اللي كان ليه في راسو، لدرجة أنه بدا يخبط في راسو مع الحيط ومع الأرض حتى غيب. بقى مدة قصيرة وهو مغيب وهو يفيق. فاق وهو باقي راسو عاطيه ألم كثر من الأول. شاف الغرفة مزيان وهو يقول كنحس بشي حاجة كتقطع ليا العروق ديال راسي من الداخل. اش هادشي اللي كيوقع ليا؟ اش هاد الالام اللي في راسي؟ واش هذا العقاب ديال رزيز بدا كينزل عليا ولا شنو؟ لا ما يمكنش. ولكن انا ما تزوجتش بسلمى. انا كاع ما تزوجتش بيها، ما تزوجتش من بنتي. واش الهضره ديال الحكيم طلعت من بصح؟ كنحس براسي غادي نموت. مجرد ما سالا جابر هضرته عينيه خرجوا من بلاصتهم، لأنه بان ليه واحد المخلوق بشع. بداو العروق ديال الراس ديال جابر تيتقطعوا واحد ورا واحد حتى تقطعوا العروق ديال راسو كاملين، وراسو مبقى رابطو بالجسد ديالو والو. طاح الراس ديال جابر للأرض. داك المخلوق خداه دارو في واحد السلة واختفى مباشرة. غادي نقلنا الكاميرا لمكان آخر، وبالضبط لعند عاصم، هو اللي غادي يكملنا الرواية. بعد ما دازت ديك العاصفة ولقيت الكتاب، بقيت جالس غي تما تحت واحد الشجرة وكنشوف في الكتاب وكنتسنى اشنو غادي يوقع
دازت مدة اللي ما طويلاش بزاف، حتى حسيت بشي حاجة تحطات حدايا، ولكن ما عرفتش شكون اللي حطها. درت كنشوف اشنو داك الشي، لقيت واحد السلة. ديك السلة ما عرفتش اشنو اللي فيها لانها كانت مغطية. درتو بقيت نشوف ديك السلة، فتحتها وانا نلقى فيها راس ديال بنادم. بقيت مخلوع وكنشوف ديال من دي دي ديال من هذا الراس. ما عرفتش ديال من، واش غيكون ديال جابر. درت نشوف في الكتاب ولقيت فوق الكتابة ديالي ترسمات الرسمة ديال الجمجمة، وتما تأكدت. مشيت للصفحة الأولى ولقيت مكتوب فيها 1 من 5. تما عرفت بأن الأمنية ديالي تحققت. بديت نحس برجلي كتقال عليا، أواه اشنو واقع لرجلي. ما ديتاش فيها وبقيت نفكر في ديك البنت اشنو غادي يكون واقع ليها. كنفكر واش نخسر شي أمنية أخرى عليها ولا لا، ولكن إلا كان معذبها ولا ساجنها خصني ضروري ندير شي حاجة باش ننقذها. جبت ديك الريشة وداك الموس الصغير، جرحت يدي وقطرت في هذيك الطاسة وانا نكتب. الأمنية الثانية، كنتمنى البنت اللي كان نايض عليها هاد الصراع انها تجي لهنا، وإلا كانت في شي بلاصة محبوسة فيها تنتمنى انها تجي لهنا عندي. يوتبع. كانت هذه نهاية الحلقة 11 من روايتنا، رواية لؤلؤة تيرانيس. نتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم. كنتمنى أنكم تستمتعوا بالرواية وتكونوا فرحانين بها. خليوا لي الآراء ديالكم في الكومنتير، لي لايك ديالكم، بارطاجيو مع أصحابكم باش نطلعوا هذا المحتوى اللي كنديرو. خليوا لي الآراء ديالكم على الرواية كيف جاتكم. حنا دابا في الحلقة 11، ما بقاش بزاف، قربات تسالي، والصراحة أنا ما ساخيش بهاد الرواية كما حتى نتوما ما غتكونوش ساخين بها، لأن الصراحة الرواية غادية زوينة. بالنسبة للحلقات تنعطلهم عليكم، كنعتذر صراحة لأنه مونتاج والممثلين وأنا يعني تنخدم على الرواية شوية بشوية باش تطلع بالكاليتي اللي نتوما دابا كتسمعوا. بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، تلاقاو في الحلقة 12 ان شاء الله، والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم. نلقاكم على خير ان شاء الله.